فطائر الجبنة والمحمرة بعجينة مثل النسمة، ناعمة وقطنية. أنعم من هيك ما في. أول شي بدنا كوب من الحليب الدافئ وكوب من الماء الدافئ. فينا نستخدم بدل الكوب الحليب الدافئ كوب ماء دافئ وملعقتين من الحليب البودرة. هلأ بضيف ملعقتين من السكر العادي وملعقة من الخميرة الفورية، ملعقة طعام أكيد أو ظرف فيها 10 غرام، ملعقتين من اللبن الرائب بس يكونوا مطلعينه من البراد قبل بوقت مشان ما يكونوا كتير باردين ويأثروا على الخميرة. نص كوب من الزيت. اللبن كتير بيعطي طراوة لهاي العجينة. كمان فينا نضيف بيضة، يعني كل هدول المواد بتعطي طراوة للعجينة. بيضة، الحليب البودرة قلنا أو واللبن الرائب أو ملعقة زبدة. كل هاي المواد بتعطي طراوة. عندي هون 6 أكواب من الطحين متعدد الاستعمالات، أنا ناخلتهم قبل وقستن بنفس الكوب اللي قسنا فيه المي والحليب. بضيفهم إذا بالتدريج، وهلأ عم بستخدم الويسك. وآخر شي رح نعجن. هون بضيف ملعقة صغيرة ممسوحة من الملح. الكوب السابع، إذا هدول 6 أكواب، هدول بدنا إياهم على أكيد. الكوب السابع بدنا نضيفه بالتدريج أثناء العجن. هاي العجينة يفترض تضل طرية شوي، ما بدنا إياها تكون ناشفة كتير. إذا بنضيف آخر كوب، سابع كوب، بالتدريج. إذا بنفس الكوب اللي قست فيه المي والحليب عم بقيس فيه الطحين. بضيف بالتدريج. وهاي العجينة ما بدنا إياها كتير ناشفة وبدها عجن، يعني مو مثل غير المعجنات دغري نلم العجينة، لا، يفضل نعجن من 4 ل 5 دقايق حتى تطلع معنا العجينة تبع الفطائر كتير ناعمة وقطنية وهالشي. إذا هدول إذا ضفت سابع كوب كلياته، ممكن نحتاج لسه ملعقة أو أقل بملعقة حسب نوعية الطحين. ضيف آخر شي منشان فك التلزيق عن اليد ملعقة صغيرة من الزيت النباتي. وهون خلاص نتركها تختمر، نغطيها بالنايلون وبعدين قطعة قماش، وكمان قطعة قماش سميكة نتركها يعني بمكان دافئ لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمها. بهالوقت رح نحضر الحشوات، حشوة المحمرة وحشوة الجبنة. بالنسبة لحشوة المحمرة بزيت الزيتون، عندي شي 4 أو 5 ملاعق من زيت الزيتون حطيتهم بمقلاية. وهون عندي بصلتين فرمتهم فرم ناعم، بصلتين كبار نخليهم على نار وسط. بدنا نخليهم شي دقيقتين 3 حتى يصيروا يعني لونهم شفاف، بس ما بدنا اياهم ياخدوا لون. ضيف هلأ ملعقة كبيرة من صلصة البندورة أو دبس البندورة، وكمان رح أضيف 3 ملاعق من دبس الفليفلي، وبخليهم شي دقيقتين مع البصل على نار أقل من الوسط. بالنسبة للبندورة تقريبا كيلو إلا ربع، أو يعني أنا ضفت مليان الصحن بصل، رح حط الدبل يعني قدهم مرتين من البندورة الشرطة، وضربتها بالهاند بلندر أو بمحضرة الطعام. وهون بدنا نخليهم على نار شوي تكون وسط يعني، ومن دون ما نغطي المقلاي حتى تنشف مية البندورة. بياخدوا تقريبا شي 3 ساعة، بياخدوا وقت شوي حتى نوصل للقوام المطلوب. فينا نضيف هون هلأ لما نوصلنا على القوام المطلوب ملعقة صغيرة ملح، وفينا نضيف ملعقة صغيرة من السكر، بس أنا رح أضيف بدل السكر ملعقتين من الكاتشب، بيعطوا حلاوة لهي المحمرة، حشوة المحمرة. هون نص ملعقة صغيرة من كل، من كزبرة، كمون، فلفل أسود، زعتر مجفف، بيعطي كتير طعمة طيبة. بحركن آخر شي لما نوصل للقوام اللي بدنا إياه، يعني ما منضيفهم غير آخر شي. ملعقة كبيرة من السمسم، ملعقة كبيرة من حبة البركة، ملعقتين من الكاتشب، وملعقتين من دبس الرمان. إذا ضفنا، لأن السمسم وحبة البركة بكير بيعطوا مرار للمحمرة، فهدول منضيفهم آخر شي ومنطفي النار. شايفين هذا القوام المضبوط؟ فينا نعمل هاي الحشوة قبل بيوم، بترتاح ست البيت، وخاصة لأن بدها تعمل عجن وما هي القصص، تعملها وتحطها بالبراد. بالنسبة لحشوة الجبنة بنعملها، عندي هون جبنة بيضة مالحة كنت نقعتها شوي بالمي مشان أتخلص من الملح، أو جبنة بلدية. شفتوا كيف هيك عجنتها باليد منشان فرفدها. بعدين ضفت شوي من موتزاريلا بتعطي القوام للجبنة هيك طراوة، وبيعطيها طعمة أطيب كمان. فينا نضيف هون بقدونس نص باقة بس وراء أنا غسلتهم وفرمتهم بالسكين. رح نضيف بيضة منشان تعطي طراوة وتخلي كمان الحشوة متماسكة لما يعني نطبخها أو نحطها بالفرن. إذا بيضة. وفينا نضيف
هون نص ملعقة صغيرة من نعناع مجفف وفلفل أسود وملعقة صغيرة من حبة البركة. فينا نضيف ملعقة من السمنة، على فكرة بتعطي طعمة وقوام هيك نعومة للحشوة، وبتعطيها هيك بتصير عم تلمع وطعمة طيبة. ملعقة صغيرة يعني من سمنة تكون طيبة. بس أنا اكتفيت بالبيضة وهدول، وفينا نضيف بالشتوية بصل أخضر كمان بيعطي طعمة طيبة. المهم الإضافات اللي بدنا إياها. هون العجينة صارت جاهزة، ضاعف حجمها مباشرة، ما في داعي نفضيها على طاولة العمل، منقطعة كور صغيرة. الكور الصغيرة اللي بدنا نعمل فيهم معجنات الجبنة، قوارب الجبنة، لازم يكون وزنهم بين ال 40 وال 45 غرام بالنسبة لكور العجينة، صغار يعني. بنحطهم بصينية وآخر شي بنغطيهم بالنايلون، بتركهم يرتاحوا. إذا عندكم وقت خلوا الكور يرتاحوا شي ربع ساعة قبل ما نبلش تشكيل العجائن. بالنسبة للمحمرة رح خلي وزنهم شي 60 غرام تقريبا، أكبر من قوارب الجبنة طبعا. فهدوك شي 40 45 وهدوك شي 60. منغطيهم اثنيناتهم صواني الكور بالنايلون، وفينا نتركهم يرتاحوا مثل ما قلت ربع ساعة. أنا رح دغري بلش، لأن يعني بدي اضطر دغري اشويهم بالفرن، يعني محكومة بالفرن. فدغري رح أبلش بأول وحدة كورتها من تبع الجبنة، بمدها بشكل اسطواني مثل ما نكون شايفين، أو عفوا بيضوي، بشكل بيضاوي. فينا ما باليد مباشرة، أنا بس أول وحدة استخدمت هذا المدرج، بعدين باليد منمدها بشكل إذا بيضاوي. بنحط شي ملعقة ونص من حشوة الجبنة، والأطراف شايفين كيف بنقلبون بهالشكل، وبتصير على شكل قارب. تشكيلهم كتير سهل، ما بياخد وقت. بنستعين بالطحين أكيد مو بالزيت، لأنه هاي العجينة طرية، من شان ما تلزق بنخلي شوية طحين جنبنا، كل شوي منرش على الطاولة شوية طحين، ودغري منرتبهم بصينية بأسفلها إما ورق زبدة، أو ندهن الصينية بملعقة صغيرة من الزيت النباتي. شايفين تشكيلهم كتير حلو سهل، ما بده شي. هدول القوارب بندهن الأطراف بيضة مع ملعقة من الحليب ونص ملعقة صغيرة من الفانيليا. الفانيليا بتعطي نكهة طيبة، وحتى للعجينة فينا نضيف نص ملعقة صغيرة من الفانيليا، بيصيروا طعمتهم مثل تبع المحلات. هنهم بضيفوا شوي من الفانيليا بالمحلات، بالأفران بقصد. الفرن شغلته على درجة حرارة عالية 220. هدول المعجنات المفروض ما ياخدوا وقت بالفرن. كل ما قلت الفترة اللي يعني فترة الشوي بالفرن، كل ما طلعت المعجنات أطرى، وكل ما طالت فترة الشوي بالفرن، كل ما طلعت العجائن هدول الفطائر قاسية وناشفة. إذا ما لازم ياخدوا أكثر من 7 دقائق بالفرن، من 7 ل10 دقائق. حطيت أنا أول صينية، إذا فينا نحطهم بصينية إما مدهونة بالزيت أو بأسفلها ورق زبدة. ودغري بنعمل المجموعة الثانية مثل ما شفتوا، كتير سهلين. من رش طحين، من مدة بشكل بيضاوي باليد، ما بدها شي. وبعدين بنحط الحشوة، بعدين الأطراف بنسكرهم بهالشكل، الأطراف بنكبسهم. وهاي آخر وحدة. بالنسبة شايفين ما أحلى هون، ما بياخدوا وقت. بالنسبة لهدول المحمرة شايفين كيف تضاعف حجمهم كتير، لأنه أخذوا وقتهم واستراحوا يعني كتير، أكتر من تبع شو اسمه قوارب الجبنة. هدول دغري منشيلهم من الصينية اللي كانوا عم بيرتاحوا فيها، بقصد عجائن تبع المحمرة، دغري على صينية الفرن. منكبسهم، منبلطهم هيك بأصابع اليد، نعمل بالأصابع شوي حفر بالنص. وهلأ منجيب المحمرة اللي طبخناها وصارت باردة، منحط ملعقة بوسط كل عجينة. إذا كتير هدول سهلين، ما بدنا نشكلهم على طاولة العمل. منشيلهم من صينية اللي كنا مكورينهم فيها على صينية الفرن مباشرة، منمدهم باليد ومنحط الحشوة. وفينا نحط شوي من الموتزاريلا بنكون بارشينها على قبل، وأعلى على الموتزاريلا فينا نرش رشة من حبة البركة، وفينا نتركهم هيك. وفينا ما نضيف أبدا موتزاريلا، يعني بس محمرة نعملهم. كمان الأطراف فينا ندهنهم بشوي من البيضة مع الحليب اللي حضرناها، ومندخلهم على الفرن. هدول أنا ما شغلت الفرن من الأعلى بصراحة، بس من الأسفل. إذا درجة حرارة الفرن 220 وحطيتهم بوسط الفرن، ما بياخدوا وقت. شوفوا ما أحلاهم هدول القوارب الجبنة، بياخدوا العقل. يعني لسه قوامهم بشهي من كتر ما هنن طرايا وناعمين. منغطيهم مباشرة من شان ما تنشف العجينة أو تنشف الفطائر. وهدول تبع المحمرة
معجنات بعجينة بتاخد العقل. كل العوامل اللي ذكرتها اللي هي إضافة اللبن الرائب أو إضافة بيضة للعجينة أو إضافة الحليب البودرة أو الحليب السائل، كله بيعطي طراوة لهاي العجينة. شوفوا قوام ما أحلاه. يعني الطفل البيبي المقلو أسنانه بيقدر ياكلهم من كتر ما هنن ناعمين وطرايا مثل النسمة. فعلا أنا شبهتهم بالنسمة، لأن أنعم من تبع السوق. يعني أنعم من معجنات السوق. تبع السوق بنحسهم شوي قاسيين وبدهم هيك عزم نحن عم ناكلهم، هدول هيك مثل الكيك. هاي كانت وصفتي لليوم، بتمنى تكون نالت إعجابكم. إذا حبيتوا فيديو اليوم بتمنى تدعموني بلايك، وإذا عم تشوفوني لأول مرة بيسعدني إنكم تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم إشعار بكل فيديو جديد أنا منزله. شايفين ما أحلى المحمرة؟ بيشهوا القلب فعلا. على أمل اللقاء مجددا، بترككم بأمان الله، وإن شاء الله ألف صحة وهنا مني أنا هنا.